هذا جائز في الاسلام. لا انا برد لك على لفظ المحرم بس. طيب، حته ما احنا مش احنا هنقول. اصلا بنتريق على اللفظ دوت. خلاص احنا مش هنقول كلمه المحارم، لكن احنا هنقول مثلا ممكن واحد ايوه. وواحده غرباء عن بعض، ما يعرفوش بعض، يعني مش من الاسره او مش من شوف، العيله. هو التقسيمات داخل الكنيسه، لما تيجي تدخل الكنيسه في الباحه او انا عايز اجيبها لك، يعني عايز اجيب لك عشان تعرفها لي، اللي هو المكان اللي لما تيجي تدخل الكنيسه هتلاقي فيه قاعه كبيره جدا، وبعد كده في اخر هذه القاعه هو الهيكل المقام عليه القداس. في هذه القاعه التي يجتمع فيها الشعب للصلاه مقسمه الى قسمين، قسم رجال وقسم نساء. يعني لا يختلط الرجل بالمراه. نعم. يعني انت داخل القسم الشمال يقول لك دوت قسم الرجاله، يعني تلاقي صفين للرجاله وصف للنساء. طيب، واخد بال حضرتك؟ ما فيش اختلاط ما بس بين. لما تبقى الدنيا زحمه بقى، كله بيقف جنب التاني. لكن حته الاختلاط مش موجوده داخل الكنيسه. لا موجوده، ازاي مش موجوده داخل الكنيسه؟ ما انت بتقول صف وصفين. موجود الاختلاط داخل الكنيسه. لا انا بتكلم ساعه الصلاه. اه ساعه القداس. اه ساعه القداس الرجال على جهه والنساء في جهه، لكن الاثنين في داخل القاعه نفسها. الاثنين داخل القاعه. الاثنين في داخل نفس القاعه. لكن اللي بيفرق بينهم ايه؟ ممر. ما تبقوش بتلاقي الكنيسه 3 ممرات بعد انتهاء الصلاه، ممكن او 4 ممرات ممكن بعد انتهاء الصلاه كلهم بيطلعوا بره في حوش الكنيسه، بيقفوا شباب وبنات، رجاله وستات، عواجيز وعجوزات، عادي جدا، وبيتكلموا وبيضحكوا وبيهرجوا مع بعضيهم ومفيش اي مشاكل. بيشربوا البيبسي مع بعضيهم او الحاجه الساعه مع بعضيهم، بيشربوا شاي مع بعضيهم، بيفطروا مع بعض في الكنيسه، عادي جدا. في كافيتيريا بقى. لا ليس هناك ما يسمى بعدم الاختلاط المسيحي. ليش هنسمع عدم الاختلاط؟ المسلمين متخلفين. عادي. المسلمين اللي بينادوا بعدم الاختلاط ده تخلف. لكن المسيحيين متقدمين ذهنيا وعقائديا وكل شيء، وفكريا وفلسفيا. نعم كل شيء، يعني حتى وعلميا وكل شيء. طبعا المسيحيين من اكتر الناس تقدم علمي، لدرجة ان هم قسموا الرب ل3 اجزاء، كل جزء متخصص باعمال معينة. دي من التقدم. من الابحاث العلمية. ان كل جزء، واكتر من كده كمان، عايز تقدم احلى من كده كمان، ان هم بدأوا عايزين يخلقوا لك بني ادم بعيدا عن الله. يعني بني ادم. الاستنساخ دوت من مين؟ شوف عقلهم جاب لفين. عايزين يستنسخوا البشر. هي المشكلة الحقيقية يا اخي، ان الاستنساخ دوت علميا بيضرب عقيدة النصارى او عقيدة المسيحية الحديثة. بيضربها وبيضرب فكرة الخطية الاصلية. احنا عشان ما نخشش في مجال الاستنساخ والكلام من دوت، احنا عاوزين يعني اللي عنده واحد مسيحي وعاوز يبص يعني ايه الخطية الاصلية، يفهمها كويس ويشوف الاستنساخ بيعمل ايه، ويقارن ويشوف ان حتة الخطية الاصلية كده على الانسان المستنسخ او الحيوان المستنسخ، دي فكرة تخرج خارج نطاق الخطية الاصلية. طيب، العلاقة ما بين الرجل والمرأة داخل الكنيسة عادي، ان هو يكلموا مع بعض، رجل وامرأة، فتاة عادي جدا، عادي يتكلموا مع بعض، يتصاحبوا على بعض. الكنيسة فيها مطعم وفيها كافيتيريا من الداخل، والعلاقة مفتوحة، مفيش. لا مش مطعم. لا عفوا، مش مطعم. انا ما قلتش مطعم. لكن فيها كانتين. فيها كانتين بيبيع لك الحاجة الساعة، بيبيع لك بسكوت، بيبيع لك لبان، بيبيع لك قرب خد غزل البنات. واخد بالك كده؟ يعني مركز يعني ثقافي اجتماعي الكنيسة. كل شيء. طيب،
تلقى فيها مكتبة، تلقى فيها كانتين، كل شيء. الطقوس داخل الكنيسة يا أخي، دخلت من الباب، تأدية الصلاة اللي هي أول ما أنت دخلت. بعد كده تاني خطوة بتعمل إيه؟ باخد مكاني في قاعة الكنيسة. اه وببدأ أتوجه في صلواتي إلى القداس المقام. وببدأ بتنفيذ الطقوس الكنسية في الصلاة لحتى انتهاء الصلاة داخل الكنيسة. طيب انت بتاخد مكانك في القاعة، يعني بتاخد مكان في القاعة، تجلس على كرسيك وتبدأ تستمع للصلوات اللي بيأديها مين بقى؟ لا تجلس على كرسي طول الوقت. في بعض الأماكن في الصلاة تستلزم عليك الوقوف لها. تستلزم عليك الوقوف لها. وفي أماكن لبعض الصلوات تستطيع أن تجلس فيها. تستطيع أن تجلس فيها حضرتك؟ نعم. طب يا ريت يعني وقت الوعظة مثلا يا ريت توضح لنا، وقت الوعظة اللي بيقولها ابونا تقعد. يا ريت توضح لنا كده كيفية الصلاة من أول البداية. نعم. لما بتيجي، ما انا بقول لك انت دخلت القاعة دلوقتي والقداس شغال وابونا اقام صلاة القداس الالهي، فبالتالي انت واقف ماسك الخلاجي بتاعك، الخلاجي اللي هو فيه سير الصلوات كلها، وبتبدأ ان انت ترد المرضات الخاصة بهذا القداس، يعني بترد على ابونا وبتشارك الشمامسة في ألحانهم عندما تقال. فأثناء تلاوة هذه الألحان وقراءتها لا تستطيع أن تقولها وأنت جالس، يجب أن تقولها وأنت واقف، احتراما لهذه الألحان واحتراما للطقوس الكنسية المتبعة. حضرتك فانت بتعمل هنا ايه؟ انت ماسك الخلاجي بتاع الصلاه وبتصلي منه طول ما انت واقف مع ابونا، وبعد كده في وقت الموعظه او وقت الوعظه بيطلع ابونا عشان يدي الوعظه زي خطبه الجمعه يعني. كويس؟ في الوقت دوت انت بتقعد وبتستمع الى الوعظه، وبعد انتهاء الوعظه بتقوم تقف وتكمل صلواتك. القداس دوت يعني حتى في حته في القداس بيقول لك ايه؟ الشماس بيقول لك ايه؟ ايها الجلوس قفوا، ايها الجلوس قفوا. يعني لا تجلسوا. هنا في موضع للوقوف، لا تجلسوا. فبتقوم. وبيني وبينك انا كانت رجلي بتتكسر من الوقفه بصراحه. يعني تقريبا 3/4 القداس بتقضيه واقف على رجلك، الربع الاخير هو اللي بتقعد فيه، اللي هو وقت التناول، وقت قانون الايمان، ووقت الوعظه. ده بتقعدهم على الدكه بتاعتك. يعني الصلاه بتنقسم الى وعظ ومردات انت بتقولها مع الشماسين الالحان، وبتنقسم جزء بتبقى واقف فيه وجزء ثاني بتبقى قاعد فيه، وبتنتهي الصلاه على كده. نعم. بعد كده بتخرجوا تجلسوا بقى في حوش الكنيسة. نعم. وانتهى البرنامج على كده. خلاص. وانتهى البرنامج على كده. بعد التناول خلاص بتطلع بتاخد من الكاهن او من القسيس، بتاخد منه القربان بتاع الحمل. قربان الحمل ده اللي هو بيكون عبارة عن، انا مش عارف اقول لك اسمها ايه، يعني زي البؤجة كده، بؤجة او زي طبق. القربان اللي بيحل عليه جسد المسيح. القربان المسيح ما بيحلش عليه قربان، ما بيحلش على اي قربان. ده بيبقى قربان معمول كبير اسمه قربان بتاع التناول، قربان الحمل، يسمى الحمل، اللي هو الطبق اللي بيوضع فيه القرابين يسمى حمل. فدوت الشماس بيمسكه وبيتقدم بيه الى الكاهن على باب الهيكل، على اساس ان الكاهن يختار افضلها وانضجها واحسنها خبيث
وهو ده اللي بيقيم عليها الصلاة، هي دي اللي بتبقى الجسد ليسوع المسيح في الصلاة. فبيتبقى بتبقى مثلا هي 7 قربانات كبار، مثلا 7 قرابين يعني، بياخد واحده وبيتبقى مثلا 6 أو 5. ال5 دولت احنا كشمامسة بناخدها بنقطعها قطع صغيرة جدا، علشان في اخر القداس نوزع قربان الحمل على الشعب الحاضر في الكنيسة.